بلاد الأطلس تنظم البطولة الكروية الأعرق جنبا إلى جنب مع إسبانيا والبرتغال. في ميدان المونديال المغرب تأهلت، لعبت، قارعت، فازت وتألقت. وفي ميدان تنظيمه المغرب أخيرا به ظفرت. في لغتنا تاء التأنيث ساكنة، لكن في لغة كرة القدم فإن فعل المغرب لم يكن ساكنا كما في اللغة، فالعالم وكأسه الآن تحتفي مرة أخرى باسم ذي حروف عربية. المغرب استلمت الراية العربية من قطر والإفريقية من جنوب إفريقيا، ووضعت الآن أقدامها لعبا وتنظيما في موطئ ظل بعيدا عن متناول العديد من الدول في أرجاء المعمورة، ليتعانق الإنجاز مع الإعجاز. من يقول أنه يستطيع وذاك الذي يقول أنه لا يستطيع، كلاهما محقان، كما قال كونفوشيوس قبل 25 قرنا من الزمان. لكن 2030 كما 2022 تاريخان سيظلان محفورين في ذاكرة الاستطاعة العربية. أكثر من 400 مليون عربي يتشاركون الشغف والحلم، حلم أضحى حقيقة، فلن تعود صفحة العرب في كأس العالم معنونة بالمشاركة واللعب فحسب، فالتنظيم الآن بات رديفا لها. صفحتهم كتبت فيها المغرب سطرا جديدا بأحرف من ذهب، كتبت: الإنجاز ليس مستحيلا، والمستحيل